عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه لمح فاطمه. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضر معكم الشباكيه اللي كتجي شيشه وشرب العسل. غادي نخليكم مع الطريقه والمقادير. الطريقه والمقادير: خديت هنا كيلو ديال الدقيق، المغربله يكون نوع جيد. عندي كاس ديال الماء، كاس ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، واحده خماره ديال الحلوى، شويه ديال المسكه الحره مع شويه ديال السكر اللي دقيتهم، كاس ديال اللوز، كاس ديال الزنجلان، واحد 2 معالق ديال الخل، كاس ديال الماء الزهر، وكاس ديال الزبده خديتها وذوبتها، تكون الزبده من النوع الجيد، شويه ديال الملح وشويه ديال الزعفران شارة، معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه صغيره ديال القرفه، تا هما مدقوقين ومغربلين. غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها داك الكاس ديال الماء وكاس ديال الماء الزهر، وغادي نزيد عليهم ديك الخماره ديال الحلوى وزعفران شارة. كيطرخين داك الزعفران شارة، غادي نزيد عليهم 2 معالق ديال الخل يكونوا كبار، وواحده خماره ديال الحلوى. هذا المكون هو اللي كيهششنا العجينه اللي كتجي هشيشه. خديت هنا الدقيق اللي مغربله، غادي نزيد عليه كاس ديال اللوز اللي مسحته وطحنته، كاس ديال الزنجلان حتى هو مطحون، النافع وحبه حلاوه والقرفه، غادي نزيد الملح مع الزعفران شارة، الزعفران شارة درتو مع المكون في الماء. غادي نزيد ديك الزبده اللي مذوبها والزيت، غادي نخلط وغادي نكمل بهذاك الماء اللي درت شتو معايا حتى كتجمع ليا العجينه، ما تكون جاريه ما تكون قاصحه. وشرط ليا نص كاس ديال الماء مع داك الماء اللي شتو معايا على حسب الدقيق اللي كيشرب او ما يشرب. غادي نقطعها وغادي ندير لهم بحال المسمنه، بحال غادي نديرو المسمن. غادي نطلقها بالدلاك. بهاد الطريقه كتكون ساهله العجينه. صافي اللي قديتها غادي نديرها فواحد البلاصتيك ونخليها ترتاح باش العجينه ديالنا ما تنشف. غادي نستمر بالطريقه حتى كنكمل، وغادي نبدا بالاولى. اللي قديتها كنديرها فواحد البلاصتيك ونخليها حدايا حتى كنكملهم كلهم. بعد ما طلقتها سرحتها في الماكينه، درتها على النمره 3 والنمره 2. نتوما على حسب الماكينه ديالكم كتكون رقيقه. وغادي نقطعها بالجراره.
البلاصه اللي شفناها ما مقاده كنحيدو منها. صافي غادي ندير اربعه الاشرطه وغادي نقطع. غادي ندير جوج لقدام وجوج للروم. غادي نلصق الراس الاخر، الراس مع الراس، وغادي نقلبها حتى كتعطيني الشكل ورده. وغادي نضغطو عليها من الجناب. الا شفنا شي بلاصه زايده كنقطعوها بالجراره. غادي نزيد معكم وحده. اربعه الاشرطه كندير. غادي ندير جوج لقدام وجوج للروم، وغادي نضغط عليهم باش ما يتحلوا لا عندنا نقليوهم. وغنقلبها. تشكيل اللي ساهل واقتصادي ما فيهمش تعقيدات. صافي انا غادي نستمر حتى كنكملها. بعد ما كملت الشباكيه ديالي كنخليها ليله كامله حتى كتنشف. عاد غدا عليه كنقليها. خديت الزيت هنا ودرتها فواحد الكاسرونه والعسل باش تكون الزيت مجموعه، ما نديرهاش مقله كبيره. وهنا كسيت واش غادي ندير الزيت الشباكيه. هذا هو الشكل ديالها بعد ما طاب. هذا هو الشكل ديالها، كتجي شيشه وشاربه العسل. زينتها باللوز زيفيني وبجنجله بيض. الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساو توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، تشتركوا وفعلوا الجرس اللي كتفرحني. ونتلاقاو فيديو جديد. وعواشركم مبروكه.